خدكم معايا في فلوج يومين بحياة كسلانة جدا اليومين دول. فتعالوا بقى اقول لكم بقى عملت ايه من الاول. التلات الصبح كده صحيت الاول، لبست ليلى ونزلتها الحضانه. بعد كده انا رجعت شربت بقى كوبايه نسكافيه كده على السريع، علشان كنت نازله في حاجات بقى كنت عايزه اغيرها من اللي انا جايباها ليلى، علشان لقيتها اصغر عليها فجبت بقى نمره اكبر. وبعد كده رجعت البيت، قلت حبه كده بقى متنحه من الطريق كده بقى، نزلت رحت لماما ولقيتها جايبه خيار، فقلت لها تعملي بقى خيار مخلل، وهي طريقتها بقى في الخيار المخلل هقولكوا عليها. نحط الخيار بتاعنا في البرطمان، بعدين بنحط عليه كام فص توم وميه بقى وخل وملح وسكر وشطه لو انتوا عايزينه مشطشط، والميه تبقى سخنه بس كده، ونقفل بقى عليه. بعد بكره بالظبط هيكون جاهز ان انا اكله بقى. بعد كده بقى كانت النهارده ماما عامله بقى رز وبسله وشيش طاووق، ولان الاكل بقى بيزك ومفهوش تفاصيل كتير فانا ما ساعدتهاش. بابا بقى اللي كان بيساعدها، يعني ربنا يبارك لهم هما الاتنين. بابا بقى اللي كان متولي مهمة ان هو يحمر الشيش طاووق كده على الطاسه وبس. اكلنا بقى الحمد لله، وكان الاكل تحفه، تسلم ايديهم يا رب. بعد الغدا الجميل ده ماما بقى عملت لي كوبايه شاي من ايديها الحلوه. بعد كده لما روحت البيت قشرت لي بس رمان وبس كده يومي خلص. الاربعاء بقى الصبح كنت فاقده الشغف ناحيه التصوير، فما صورتش ليلى وهي نازله الحضانه، بس صورتها واحنا رايحين الدكتور. رجعت بقى من الحضانه لبستها ورحنا عند الدكتور. ده بقى ما خلصنا الاستشاره بتاعت لولو وطمنا عليها، رحت عند نور واشترينا شويه طلبات، وبعد كده روحنا البيت وليلى شبتت بقى في المارشميلو المجفف ده ونور جابته لها بس طعمه وحش جدا. اشترينا بقى كشري علشان نتغدى، ولولو كانت عايزه بقى تخرب الدنيا، وكمان نور بقى اشتريت لها شويه توك كده كنت بفرجكوا عليها بس ليلى نتشتها مني، وكمان التوك اللي على طول بتضيع دي كنت بفرجكوا عليها بس ليلى مش عايزه افرجكوا على حاجه. بعد كده قعدت بقى اكل انا ونور الكشري. بعد ما اتغديت بقى حطيت غسيل عشان كان فيه غسيل كتير قوي عايزه يتحط في الغساله، وقعدنا بقى نتفرج على المسلسل المفضل ده. وبعد كده اخر حاجه نشرت الغسيل وبس كده يوميني خلصوا. تصبحوا على خير.